السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. في خطوة مثيرة للجدل، أعلنت السلطات الانقلابية في مالي أنها رفعت دعوى قضائية ضد الجزائر أمام محكمة العدل الدولية بالهاي، متهمة إياها بإسقاط طائرة مسيرة تابعة للجيش المالي، غير أن الرواية الحقيقية تكشف معطيات مختلفة. فالطائرة المخترقة دخلت الأجواء الجزائرية دون إذن مسبق، وهو ما يشكل خرقا صارخا للسيادة الوطنية الجزائرية، الأمر الذي يبرر الرد الصارم والقانوني من طرف قوات الدفاع الجوي للجيش الوطني الشعبي. الجزائر عرفت بحكمتها في التعامل مع القضايا الإقليمية، وخاصة تجاه جارتها مالي التي عانت من الانقلابات والصراعات الداخلية. الجزائر لم تدخر جهدا في دعم الشعب المالي، سواء عبر الوساطات السياسية أو عبر المساعدات الإنسانية، لكنها في المقابل لا تسمح بأي مساس بسيادتها أو بحدودها، لأن ذلك يمثل خطا أحمر. النظام الانقلابي في باماكو يحاول عبر هذه الخطوة تصدير أزماته الداخلية وصناعة عدو خارجي يحمله أسباب الفشل في إدارة البلاد. إنها محاولة للهروب إلى الأمام وكسب التعاطف الشعبي، لكنها لعبة خطيرة، خاصة حين يكون الخصم دولة بحجم الجزائر. القانون الدولي يقف في صف الجزائر، والمجتمع الدولي يدرك أن احترام الحدود والسيادة مبدأ غير قابل للنقاش. وإذا استمرت باماكو في التصعيد فقد تجد نفسها معزولة أكثر وفاقدة لما تبقى لها من شرعية. وفي النهاية يبقى السؤال مفتوحا: هل يدرك النظام الانقلابي في مالي فعلا أنه بفتح جبهة مع الجزائر يغامر بمستقبله السياسي ويضع نفسه في مواجهة قوة إقليمية راسخة المواقف وصاحبة الكلمة المسموعة في القارة؟